أهرامات على المريخ؟ زي ما سمعت كده، لو أهرامات على كوكب المريخ بعد 40 سنة مستخبية محدش يعرف عنها حاجة. تم رفع السرية عن وثيقة مستخبية تابعة للCIA. الوثيقة دي بتقول إن هما لقوا أهرامات على كوكب المريخ، ومش بس كده، ده كمان كان في كائنات عايشة على كوكب المريخ منذ ملايين السنين. وبرضه مش بس كده، لقوا وش تمثال على الكوكب. اتقل آخر الفيديو. في يوم من الأيام سنة 1984 مجموعة من العلماء والعملاء السريين اتجمعوا في مقر الCIA. كانوا بيتكلموا إن هم عايزين يدوروا على ظواهر خارقة عشان يستغلوها في إن هم يتجسسوا على الاتحاد السوفيتي. وبعد مداولات كتير قرروا إن هم يعملوا تجربة مجنونة، والتجربة دي اتسمت ستار جيت. التجربة دي هيتم تدريب فيها أفراد على التخاطر والإسقاط النجمي. بص بالبلدي كده، التخاطر ان انت تتواصل مع شخص تاني من غير ما تكلمه، لا بتتواصل بدماغك. اما الاسقاط النجمي فبالبلدي، انا هشرح لك الموضوع كبير بس خليني ابسطها لك، ان الانسان وهو نايم يسيب جسمه ويبتدي ان هو يتجول حر في الكوكب بقى ويلف براحته. فهمت بقى هما ليه كانوا بيدربوا الجنود على التخاطر والاسقاط النجمي؟ عشان يقدروا ان هما يتجسسوا على الاتحاد السوفيتي براحتهم. لا بقى تمسك لي جندي ولا تأسر لي حد، لا، من مكاني انا هعمل كل حاجه. وفعلا جابوا مجموعه من الاشخاص وابتدوا ان هم يدربوهم. وفي مره من المرات اثناء التدريب اتطلب من واحد ان هو يسافر للمريخ من مليون سنه فاتت. واخد بالك كده؟ هيسافر من كوكب الارض لكوكب المريخ، كمان هيسافر منذ ملايين السنين، يعني هيسافر من كوكب لكوكب وهيسافر عبر الزمن. انا عارفه ان دلوقتي دماغك بتقول ايه العته ده، بس هو الاسقاط النجمي موجود والتخاطر موجود، بس انه يسافر من كوكب لكوكب لا، دي هتستنى معانا شويه لاخر الفيديو. معلش بس نسال السؤال المهم، اشمعنى كوكب المريخ واشمعنى من مليون سنه؟ ليه الراجل ده ما سافرش عطارد ولا الزهره ولا المشتري ولا زحل؟ اشمعنى المريخ؟ خليني اقول لك كده معلومه محندقه على جنب. المريخ من 4.1 مليار سنه كان مناسب للحياه زيه زي كوكب الارض، عليه محيطات وغابات وبتشتي. لكن من 3.5 مليار سنة فقد المريخ الغلاف الجوي بتاعه. لحاجات كتير، لو انت عايز تعرف اكتر عن المريخ فاحنا عاملين حلقة مخصوص عنه على قناة اليوتيوب، روح اتفرج عليها. المهم ان المريخ كان صالح للحياة، بعد كده ما بقاش صالح للحياة. فهم كانوا عايزين يصفروا الفرد ده للوقت اللي كان ممكن يكون فيه حياة. متخيل كده نتيجة التجربة تبقى عاملة ازاي؟ الشخص ده قال انه شاف تشكيلات لأهرامات ضخمة وكمان مسلات واقفة كأنها بوابات لمكان عظيم. خد الكبيرة، ده كمان قال ان في كائنات طويلة ورفيعة، وبيقول ان الكائنات دي على وشك الانقراض بسبب كوارث طبيعية ضربت الكوكب. ده كمان بيقول ان الكائنات دي كانت بتستخدم الأهرامات كمأوى ليهم من العواصف اللي دمرت الكوكب. كلام غريب، بس ليه لأ؟ معلش بس أنا عندي سؤال، دلوقتي الناس دي كانت سنة 1984، احنا دلوقتي بالتكنولوجيا ناسا سبيس اكس ما نعرفش هل في اهرامات على المريخ ولا لا. طبقا لناسا في اهرامات على المريخ. ناسا لقطت صور لاشكال هرميه على المريخ، ومش بس كده، دي كمان لقطت صوره لوش كانه وش تمثال، زي ما بقولك كده وش تمثال. المركبه الفضائيه فايكنج 1 لقطت صوره لوش يعتقد انه التمثال من حضاره قديمه اللي هي كانت على الكوكب وانقرضت. طب والله جميله المعلومات دي ومتعوب عليها على فكره، بس احنا بتوع علم، احنا بتوع الجيولوجيا. هو ايه اللي بيحصل؟ جيولوجيا الاهرامات اللي موجوده على كوكب المريخ ما هي الا عن structures، تكوينات صخريه حصل لها ويذرنج وايروجن او تعريه وتجويه بفعل الرياح والانهيارات الصخريه. عندك اصلا على الارض في اماكن كتير جدا جيولوجيا غريبه، زي مثلا ستون فورست في الصين. يعني مش اهرامات، لا لا والله مش اهرامات. طب الوش، انتوا قلتوا ان في وش تمثال على، طب الوش انتوا قلتوا ان في وش تمثال على المريخ. والله وش التمثال برضو ليه تفسير. عارف انت لما تقعد مثلا على البحر وتبص للسحابه وتقول السحابه دي على شكل وزه، او مثلا تبص في وش القهوه بتاعك تلاقيه فيس بيضحك كده، تقول يا القهوه بتضحك لي. هل فعلا القهوه عليها وش بيضحك لك؟ هل فعلا السحابه وزه؟ للاسف مخك بيلعبك. دي ظاهره اسمها باردوليا. عقلنا البشري بيميل ان هو يلعب في الاشكال ويخليها مألوفة لينا، زي مثلا لما تبقى قاعد لوحدك وتبص لكوبس النور تلاقيه مركز معاك، زي مثلا الجبل ده او الجزيرة دي مثلا.
فالوش اللي موجود على كوكب المريخ ما هو إلا صخور، بس طبعا مع الظل والنور عملت لك شكل الوش. واخد لي بالك؟ بص، تجربة ستار جيت قعدت سنين شغالة لحد ما اتقفلت سنة 1995، لأن على حد قولهم إن التجربة ما أثبتتش أي حاجة علمية. طب لما هي ما أثبتتش حاجة، ليه فضلت سرية؟ ليه قعدت 40 سنة مستخبية؟ هل ممكن فعلا يكون في حضارة كانت على كوكب المريخ قبل الحضارة بتاعتنا؟ قبلها بملايين السنين؟ ولا ممكن يكون القدماء المصريين أصلا ما كانوش على كوكب الأرض، وإن هم جم من كوكب المريخ لما هربوا لما حصل عندهم المشاكل دي؟ ولا احنا التراست ايشوز بتاعتنا مبهدلانا وخلاص بقينا بنشكك في كل حاجة، واللي على المريخ ده ما هو إلا صدف جيولوجية وعقلنا بيلعبنا؟